انت عارف ان في ممرين بس في العالم ممكن يحركوا اسعار كل حاجة من حواليك وممكن يوقفوها في لحظة؟ عندنا مضيق باب المندب ومضيق هرمز. خلينا اديك ارقام حقيقية. مضيق هرمز بيمر منه حوالي 20 مليون برميل نفط يوميا، تقريبا 20 ل 25 من تجارة النفط العالمية بتمر من هناك، وكمان حوالي 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال، وده اللي بيستخدموه الناس كلها. الناحية التانية عندك مضيق باب المندب اللي بيمر منه من 12 ل 15 من التجارة العالمية، وحوالي من 4 ل 5 مليون برميل نفط يوميا، وده بيكون الرابط الأساسي بين آسيا وبين أوروبا. دلوقتي خلينا نخش في القصة وفي الحكاية. شحنة طالعة من جبل علي لمينا في مصر. في الظروف الطبيعية الترانزيت تايم من 5 ل 7 أيام، تبقى فيه تكلفة مستقرة. الليد تايم بيبقى مخطط وسهل وواضح، لكن في وقت الأزمة لو حصل توتر في هرمز أو باب المندب السفن بتتأخر وبتغير مسارها. التأمين البحري ممكن يزيد من ضعفين لثلاث أضعاف. بعض الخطوط بتوقف الشحن مؤقتا، وده حصل فعلا في الفترة اللي فاتت. النفط في باب المندب نزل تقريبا 50%، وسفن كتير بدأت تلف في طريق أطول وأكتر تكلفة زي رأس الرجاء الصالح. النتيجة إيه؟ إن الليد تايم بيزيد من 7 أيام ل 15 و20 يوم. تكلفة الشحن بتزيد من 50 ل 80%، وساعات من 100 ل 200%، ومخزون السوق يبدأ يتضغط. طب الحل اللي مش تقليدي إيه بقى؟ متخصصين السبلاي تشين لازم يعملوا حاجة. بنعمل حاجة اسمها الدايناميك روتينج، وده تغيير المسار لحظيا. بنشكلها يعني بدل روت ثابت بيغير المسار حسب المخاطر اليوميه. تاني حاجه بنعملها وهي سبليت شيبمنت استراتيجي، جزء سريع يجي جوي يغطي السوق، والجزء التاني يجي بحري، وده شرحناه في ريل قبل كده. ريجنال بافرنج، وده تخزين البضاعه في هاب قريب زي الامارات او السعوديه، وتوزيعها حسب الطلب بدل الشحن المباشر. رابع حاجه بيبقى بايب لاين لاند بريدج ثينكينج، دي بنستخدمها لمنتجات الطاقة والبضائع التقيلة. استخدام خطوط برية وبدائل داخلية لتقليل الاعتماد على الممرات. في بقى خامس حاجة وده حل متقدم شوية اسمه الديماند شيبينج. الشركات نفسها بتتحكم في الطلب، بتتحكم في عروض على منتجات بديلة، بتعمل تقليل الضغط على المنتجات المتأخرة، وده مستوى متقدم جدا من السبلاي تشين. السبلاي تشين مش بس شحن، ده إدارة سوق كامل. الخلاصة إن الممرات دي مش بس طرق، دي نقاط تحكم في الاقتصاد العالمي كله. واي حد فاهم سبلاي تشين صح مش بيستنى الازمه، هو بيشتغل كانه عايش جواها اصلا. احنا هنا بنحكي قصص حقيقيه من اللي بيحصل على ارض الواقع، حكايه كل يوم ممكن تغير لك فكرك وتغير طريقه تفكيرك في السبلاي تشين وازاي تديره.